السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات هندوشا. اليوم غادي نشوفوا عصير رائع ولذيذ بزاف صحي. نتمنى انه ينال اعجابكم. ما تنساوش تخليو لايك وبارطاج عبر مواقعكم الاجتماعيه وتشتركوا في القناه، وايضا ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد الوصفات. فبالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا نصف لتر من الحليب بارد، وغادي نحتاجوا تقريبا واحد 200 غرام من الفريز او الفراوله. كنحتاجوا الحبه من الموز، ملعقه كبيره من العسل الطبيعي، وغادي نحتاجوا ايضا كي كتشوفوا معايا يمكنكم تستعملوا السكر، فانا استعملت فقط ملعقه من السكر. غادي نوضع الكل في طحانه ونطحن الكل جيدا. فكنطحن الاول في نصف لتر من الحليب، وكنضيف نصف لتر اخر، يعني لتر المجموع لتر من الحليب. من بعد ما غادي تطحني جيدا غادي تشوفوا معايا غادي نضيف نصف لتر اخر من الحليب. ومن بعد ما يبقى لكم غير تقدموه بالصحه والراحه، كيجي رائع منعش ولذيذ. فإذا عجبكم هذا العصير فكنسبق لي وقدمت الكثير من العصائر، فزوروا القناه غادي تعرفوا عليهم ويظهروا لكم ايضا على الشاشه. وانا نقول لكم صحه فطوركم ونهاركم مبروك.